أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع درس المنطق السلم المنورق للإمام الأخضري بشرح الشيخ حسن القويسني رحمه الله وشيخ الجامع الأزهر. وأخذنا في الدرس الماضي قول الشيخ رحمه الله: نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من حاز المقامة العلا، محمد سيد كل مكتفى العربي الهاشمي المصطفى. هذا الذي أخذناه في الدرس الماضي. نقرأ الأبيات ثم بعد ذلك نأخذ الجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من حاز المقامة العلا، محمد سيد كل مصطفى العربي الهاشمي المصطفى. صلى عليه الله ما دام الحجاب، يخوض من بحر المعاني لججا. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين آمين. صلى عليه الله من الصلاة المأمور بها، وهي الدعاء. الصلاة في اللغة هي الدعاء. الصلاة في اللغة ما هي؟ هي الدعاء. لأن الجملة الإنشائية وهي من الله رحمة، أي نطلب منك يا الله. واضح يا جماعة الخير؟ لأن الجملة الإنشائية، الجملة هذه ظاهرها خبر لكنها إنشائية. صلى عليه الله، هذه في ظاهرها خبرية لكنها إنشائية في المعنى، كأن الشيخ يقول اللهم صلي، كأنه يقول اللهم صلي. واضح يا جماعة؟ لأنه يعني دعاء أمر. نعم. وندعوك، وهي من الله رحمة. الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار.
ومن العباد دعاء. لذلك قال وهي من الله رحمة. وندعوك أن تنزل صلاة أي رحمة على النبي صلى الله عليه وسلم لائقة بجانبه. هذا فكأن الشيخ هنا يقول ماذا؟ اللهم نطلب منك يا الله وندعوك أن تنزل صلاة، أو جملة أمر إنشائية، جملة إنشائية. الجملة ظاهرها الخبر لكن معناها إنشائية. مفهوم الكلام؟ كأن الشيخ يقول صلى عليه الله، كأنه يقول نطلب منك يا الله وندعوك أن تنزل صلاة أي رحمة على النبي. اللهم صلي، اللهم نزل رحمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لائقة به صلى الله عليه وسلم، مقرونة بالتعظيم والتجليل. مفهوم؟ ما دام الحجاب أي مدة دوام الحجاب. ما دام يعني ما هنا مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية، مدة دوام الحجاب. ما دام الماء مصدرية ظرفية تصديرها مدة دوام، مدة دوام. مفهوم؟ فمدة ظرف دوام مصدر، وهي مصدرية ظرفية. والحجة كما مر علينا ما هو؟ العقل. أي العقل. العقل، الحجة بمعنى العقل. نعم. مدة دوام العقل. نعم. يخوض أي يقطع من بحر المعاني أي من المعاني التي هي كالبحر في الكثرة والاتساع. نعم. لججة جمع لجة وهي لجة، واضح؟ بضم اللام، لجة ضم اللام، مثل قرب قرب، لجة لجج، قرب قرب، لجة لجج. مفهوم؟ جمع لجة. وهي الماء العظيم المضطرب. وهي الماء العظيم، اللجة هي الماء العظيم المضطرب. البحر إذا دخلت في وسط البحر، الماء كيف؟ عظيم ومضطرب، عظيم ومضطرب. فالشيخ يريد أن يقول ماذا؟ اللهم صل على سيدنا محمد ما دام العقل يخوض في المعاني الصعبة، في المسائل الصعبة التي هي كصعوبة البحر. هذا معنى اللهم صل على سيدنا محمد ما دام العقل يقطع يخوض في المسائل الصعبة التي هي كالبحر في الاضطراب. أن المسائل الصعبة شبهها بماذا؟ شبهها باللجج، البحر المضطرب متلاطم الأمواج. مفهوم الكلام؟ هذا فشبه المسائل الصعبة باللجج. باللجج. اللجج اللي هي ماذا؟ قلنا الماء العظيم المضطرب. نعم. بجامع عسر الخوض في كل. لأن العقل عسر عليه أن يخوض في المسائل الصعبة، صحيح؟ كما أن الإنسان عسر عليه أن يخوض في البحر المضطرب. وجه الشبه في ماذا؟ عسر الخوض في كل، هذا هو وجه الشبه. كلاهما صعب الخوض فيه، المسائل الصعبة صعب الخوض فيها بالنسبة للعقل، وكذلك البحر المضطرب صعب الخوض فيه بالنسبة للصياد أو لقائد السفينة. هم جماعة هذا، فوجه الشبه هو عسر الخوض في كل.
واستعار اللجج للمسائل الصعبة على طريق الاستعارة المصرحة. نعم، واضح. واستعار ماذا؟ استعار اللجج للمسائل الصعبة. هذه استعارة تصريحية، سنأخذ إن شاء الله في علم البلاغة. هذه استعارة تصريحية، مفهوم؟ لأنه استعار اللجج، استعارها للمسائل الصعبة. مفهوم؟ استعار اللجج للمسائل الصعبة. لأن الشيخ رحمه الله يقول: أطلب منك يا الله أن تصلي على سيدنا محمد مدة دوام العقل يخوض أي يقطع المسائل الصعبة الكثيرة التي تشبه البحر في الإبطال. هكذا مفهوم يا جماعة؟ أيوة. وحاصل معنى البيت. نعم. أطلب منك يا الله أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مدة دوام عقلي يخوض أي يقطع مسائل صعبة من المعاني الكثيرة الشبيهة بالبحر المضطرب. هذا فبدأ المعنى يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد. ما دام العقل يخوض في المسائل الصعبة الكثيرة المعاني التي تشبه البحر المضطرب، كثير المياه المضطرب. مفهوم؟ مقصود الشيخ هنا ماذا؟ مقصود به التعميم. لا يريد هذا التقييد. أن الشيخ قيد، كأنه هنا قيد، قال: صلي على النبي ما دام العقل يخوض في المسائل الصعبة التي كالبحر في الصعوبة. لكن مقصود الشيخ هنا أن يعمم، كأن الشيخ يريد أن يقول: اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. يعني هكذا. واضح؟ وفي الإتيان بمين التي للتبعيض إشارة إلى أنه لا يحتوي على جميع المعاني إلا الله تعالى المحيط علمه بجميع الأشياء. المحيط علمه بجميع الأشياء. نعم، لأنه أتى بمن التبعيضية. ما دام الحجاء يخوض من بحر، لم يقل يخوض بحر المعاني، لا، يخوض من بحر المعاني، من تبعيضية، من بعض المعاني، ليس كل المعاني، بعض المعاني. لماذا أتى بمن تبعيضية؟ لكي يدل على أن المعاني، الذي يعلم المعاني كلها هو الله تبارك وتعالى فقط، الذي علمه محيط بجميع الأشياء. قلنا هذا الكلام، لذلك أتى بمن التي للتبعيض. نعم. وآله بالجر عطفا على الضمير في عليه بدون إعادة الخافض، وهو جائز عند بعض المحققين كابن مالك وإن أوجب الجمهور إعادة الجار. انظر الآن، سأشرح لكم بمثال بسيط. إذا جيت وقلت هكذا: صلى الله على محمد، لازم ماذا؟ إذا قلت هكذا إذا قلت هكذا: صلى الله عليه، تقول هكذا: وعلى آله، هكذا إذا قلت هكذا. صلى الله عليه، ثم قال صلى الله عليه. هذا على حرف جر، والهاء هذا هو الضمير المجرور. أنا الآن أتيت بحرف العطف هذا، وأردت أن أعطف على حرف الخفض المجرور هذا.
لا بد عند الجمهور أن أعيد الجار، لازم أعيد على، أقول وعلى آله مثلا، وعلى صحبه، وهكذا لازم أعيد الجار هذا عند الجمهور. هذا عند الجمهور والكلام عند الجمهور واضح. عند الجمهور إذا عطفت على الضمير المجرور بحرف الجر وأردت أن أعطف عليه لابد أن أعيد الجار. أقول صلى الله عليه وعلى آله، لا أقول وآله. هذا عند الجمهور. عند الجمهور لابد أن أعيد حرف الجر. ممكن كذلك مثلا أقول أخذت منه مثلا، أخذت منه، أقول ومن علي، لابد أعيد الخافض هو من. فهمنا؟ هذا عند الجمهور. أما عند ابن مالك رحمه الله يجوز أن تعطف على ضمير مجرور لكن بدون إعادة الخافض. عند ابن مالك تقول صلى الله عليه وآله، يجوز صلى الله عليه وآله، كما أخذنا في الألفية. ماذا قال صاحب الألفية؟ وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. ابن مالك رحمه الله خالف الجمهور في هذا، قال لا، ليس بلازم أن أعيد الخافض، لا ليس بلازم. فهذه هي المسألة أنه عند الجمهور إذا عطفت على ضمير مخفوض لابد أن تعيد الخافض، تقول صلى الله عليه وعلى آله، أعدت على، أخذت منه ومن علي مثلا، تعيد الخافض. لكن عند ابن مالك رحمه الله وبعض المحققين ليس بلازم، قد أعيد الخافض وقد لا أعيد. فعند ابن مالك يجوز أن أقول صلى الله عليه وآله من غير إعادة الخافض. وكذا لذلك ابن مالك في الألفية قال وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما، أو عند الجمهور لازما قد جعل، عند الجمهور لازم أن تعيد الخافض عند الجمهور، وليس عندي لازما، أو ابن مالك يقول عندي ليس بلازم أن أعيد الجار، لا، إذ قد أتى في النثر والنظم أو الصحيح مثبتة. لأن القرآن ماذا يقول يا جماعة؟ القرآن واتقوا الله الذي تساءلون به زيد والأرحام. أنا الأرحام معطوفة على ماذا؟ معطوفة على الهاء. هل أعدت الخافض؟ لم أعد الخافض. هذا دليل ابن مالك. هذا دليل ابن مالك. لم يقل به وبالأرحام، لا، قال به والأرحام. فهل أعاد الخافض؟ لم يعيد الخافض. هذا دليل ابن مالك رحمه الله. لذلك قال إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتة، أتى في القرآن. لذلك ابن مالك قال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتة. أما عند الجمهور لا بد من إعادة الخافض. فهمنا يا جماعة؟ فالآن الأخضري رحمه الله هنا مشى على مذهب ابن مالك وبعض المحققين، فلم يعيد ماذا؟ لم يعيد الخافض. لذلك قال صلى عليه الله، صلى عليه وآله، أو وآله وصحبه، لم يقل وعلى آله وعلى صحبه. فمن الكلام يا جماعة هذا ما
يريد الشيخ أن يقوله هنا. زيد. وآل النبي صلى الله عليه وسلم. أين أنت يا مولانا؟ ها؟ واضح كلام؟ فهمنا يا جماعة هذا الشرح؟ فهمنا؟ هذا هو. وآله بالجر. نعم. وآله بالجر عطفا على الضمير في عليه. أهو كأن الشيخ قال صلى عليه وآله، فآله هذه معطوف على الضمير في عليه، معطوف على الهاء، معطوف على الهاء في عليه، عليه وآله. مفهوم؟ نعم. بدون إعادة الخافض، بدون إعادة الخافض اللي هو على، لم يقل عليه وعلى آله، لا، بدون إعادة الخافض. نعم. وهو جائز عند بعض المحققين. نعم، كابن مالك. كابن مالك. نعم. وإن أوجب الجمهور إعادة الجار كما، أما عند الجمهور لا، لازم إعادة الجار. عند الجمهور لازم أقول صلى عليه وعلى آله، لا بد من إعادة الجار. لذلك ابن مالك في الألفية قال وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. عند الجمهور لازم إعادة الخافض، وليس عندي لازما. ابن مالك يقول عندي أنا ليس بلازم إعادة الخافض، إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتة، واستدل بالآية الكريمة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام معطوف على الهاء من دون إعادة الخافض. مفهوم؟ نعم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة يا جماعة أخذناها في الألفية لو تتذكروا. ماذا قال ابن مالك؟ وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. هذا هما البيتين الذي ذكرهم في الألفية، ذكر مذهب الجمهور وذكر مذهبه هو. نعم. زيد. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم مؤمنو بني هاشم والمطلب في مقام الزكاة، والمطلب في مقام الزكاة عند الشافعي، والأنساب بمقام الدعاء حمله على جميع أتباعه المؤمنين ليعم كل الأمة، وفي مقام المدح على الأتقياء منهم. نعم. آل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الزكاة هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب عند الشافعي، وبنو هاشم عند الإمام مالك. مثلا إذا قال أعطوا الزكاة لآل محمد، ففي مقام الزكاة ما المقصود بالآل؟ بنو هاشم وبنو عبد المطلب، فنحن نبحث عن بني هاشم وبني عبد المطلب ونعطيهم الزكاة. هذا هم الآل في مقام الزكاة. فهمنا؟ أما في مقام الدعاء إذا كنت تدعو اللهم اغفر لآل محمد، اللهم ارحم آل محمد، اللهم استر آل محمد، اللهم اجبر آل محمد، كنت في مقام الدعاء. من هم المقصود بالآل في مقام الدعاء؟ كل المؤمنين ولو كانوا عصاة، كل المؤمنين ولو كانوا عصاة، لأن الدعاء إذا عم نفع، وإذا خص يرتفع. الدعاء دائما إذا كان عام ينفع، إذا كان الدعاء عاما ينفع. تقول اللهم اغفر لنا، تقول اللهم اغفر لنا، هذا يكون أدعى للقبول. لكن لو قلت اللهم اغفر لي وحدي لا سيرتفع. لكن لو قلت اللهم اغفر لنا جميعا هذا أدعى للقبول، أقرب إلى القبول. لكن لو قلت اللهم اغفر لي فقط وحدي دون الجماعة هذا لا يقبل، يرتفع. مفهوم كلام؟ هذا معنى. فالآن
في مقام الدعاء هم المؤمنون ولو كانوا عصاة. نعم. أتباعه المؤمنين ولو كانوا عصاة. نعم. أما في مقام المدح كنت تمدح في الآل محمد هم الهداة، هم النجوم، هم كذا، تمدح فيهم في الآل. في مقام المدح من هم الأتقياء من أمته. الآن آل النبي عندها إطلاقات. إذا كان في باب زكاة بنو هاشم وبن عبد المطلب. إذا كان في مقام الدعاء كل المؤمنين ولو كانوا عصاة. إذا كان في مقام المدح هم الأتقياء من أمته صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الكلام هذا معنى. وصحبه اسم جمع لصاحبي بمعنى الصحابة. قال اسمح لي نقرأ قليلا في الحاشية. قال هنا تابع معي. قال جمع لجة بضم اللام في المفرد مثل قرب وقرب، لجة ولجج. قال جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض لازما كما قلنا، ولا أقول به. ابن مالك قال أنا لا أقول بقول الجمهور. لماذا؟ لورود السماع نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. فمن النثر قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فالأرحام معطوفة على الآء ولم يعيد الخافض، مفهوم؟ بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء. ومن النظم ما أنشده سيبويه رحمه الله: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب. فعطف الأيام على بك ولم يعيد الخافض، لم يقل بك وبالأيام، قال بك والأيام معطوف على الكلمة. لذلك ابن مالك لم يوافق الجمهور في هذا، فقال ليس بلازم إعادة الخافض. مفهوم يا جماعة؟ هذا هو. قوله مؤمن بني هاشم والمطلب من إضافة الخاص للعام. أين الخاص وأين العام؟ بنو هاشم والمطلب. المطلب عام، بني هاشم خاص، صح؟ بنو هاشم والمطلب من هم الخاص من هم العام؟ بنو هاشم بنو المطلب خاص. المطلب خاص وبنو هاشم عام، لأن المطلب ابن هاشم، المطلب ابن هاشم، هذا أو الصفة للموصوف، أي بنو هاشم والمطلب المؤمنون. وإنما خص المؤمن مع أن الزكاة لا تعطى لأحد منهم سواء كان مؤمنا أو كافرا، لأن حرمة على الكافر لكفره لا لشرفه. وقوله في مقام زكاة عند التكلم على من تحرم عليه الزكاة. قوله عند الشافعي وعند بعض المالكية والمشهور عندهم أن الآل تحرم عليهم الزكاة، خصوص المؤمنين من بني هاشم. هذا فهمنا يا جماعة؟ قال وصحبه. نعم، اقرأ لنا الآن. مفهوم؟ الحاشية الذي قلناه موجود في الحاشية، الحمد لله موجود. نعم، اقرأ الشرح الآن. وصحبه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي. اسم جمع، اسم جمعين. ما الفرق بين الجمع واسم الجمع؟ الجمع ما له مفرد من لفظه، جمع له مفرد من لفظه. مؤمنون مفرده مؤمن، متقون مفرده متقي، مسلمون مفرده مسلم. هذا اسمه الجمع. أما اسم الجمع ليس له واحد من لفظه. رهط مجموع جمع ولا لا؟ جمع. ما مفرده؟ لا يوجد. قوم جمع ولا ليس جمع؟ ما مفرده؟ لا يوجد. هذا اسمه جمع. قوم والرهط كل هذا اسم جمع.
لأنه لا واحد له من لفظه، ليس له مفرد. فهم الكلام؟ هذا الفرق بين الجمع واسم الجمع. فالآن الصحب اسم جمع لصاحب، اسم جمع لصاحب وليس جمعا له. صحب اسم جمع لصاحب، لأن ماذا؟ لأن فاعل لا يجمع على فعل، لا يجمع على فعل. صاحب لا يجمع على صحب، لذلك قلنا اسم جمع له وليس جمعا. مفهوم؟ هذا بمعنى الصحابي. نعم. واضح يا جماعة؟ زين. وهو من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. نعم. ولا يصح كونه جمعا، لأن فعلا لا يكون جمعا لفاعل. كما قلنا، لذلك قلنا اسم جمع، لم نقل جمع، لأن فعل لا يكون جمعا لفاعل. صاحب صحب لا، هذا ليس، لا يكون عند النحويين والصرفيين. مفهوم؟ فالآن صاحب صحب، فالآن صحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي. من هو الصحابي؟ من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. واضح؟ بعد البعثة ومات على ذلك، ومات على ذلك وإن كان صبيا، وإن اجتمع به وهو نائم، وإن اجتمع به وهو صبي، كل هذا يسمى صحابي. مفهوم؟ لازم يموت على ذلك. واضح؟ نعم. ولا يصح كونه جمعا، يعني الصحب لا يصح كونه جمعا لصاحب. لماذا؟ قالك لأن فعلا، فعل اللي هو صحب لا يكون جمعا لفاعل اللي هو صاحب. قيد هذه الكلام هذا الذي نقوله لكي لا يختلط عليك الأمر بعد ذلك. لأن ولا يصح كونه، الها ترجع لمن؟ كونه صح. ولا يصح كون صحب جمعا لصاحب. لماذا؟ قالك لأن فعلا اللي هو صحب لا يكون جمعا لفاعل لصاحب. صحب لا تقول صاحب لا تجمعه على صحب، لا. صاحب لا تجمعه على صحب. كلام. واضح؟ فهو اسم جمع له وليس بجمع. ذوي نعت صحبه أي أصحاب. نعت صحبه ذوي وآله وصحبه ذوي يعني أصحاب. ذوي نعت صحبي أي أصحاب. مفهوم؟ ذوي معنى أصحاب، وصحبه أصحاب الهدى، وآله وصحبه ذوي بمعنى أصحاب الهدى. فهمنا الكلام هذا؟ هنا ذو، هنا ذو ليست الموصولة، هنا ذو معربة، صح؟ ذو هنا معربة ليست موصولة. نعم. زين. الهدى أي الهداية للخلق. نعم. وهي الدلالة على طريق توصل للمقصود سواء حصل الوصول إليه أو لا. هذا هو. فالصحابة رضي الله عنهم أصحاب الهدى. ما معنى الهدى؟ الهداية. لأنهم ماذا؟ أخبروا ماذا؟ دلوا الناس، دلوهم على طريق توصل للمقصود. لأن الصحابة بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بعثها إلى اليمن، واحد بعثها إلى فلسطين، واحد بعثها إلى مصر، وهكذا. لماذا؟ لكي يهدوا الناس. ما معنى يهدون؟ يدلوهم على المقصود. على المقصود اللي هو ماذا؟
طريق الحق، طريق الصحيح. فالدلالة ما هي؟ الدلالة هي ماذا؟ الهداية. ما هي الهداية؟ الهداية هي الدلالة على طريق توصل للمقصود، سواء وصل الشخص أو لم يصل. مثلا أنا نعطي مثال بسيط للتفكير. أنت الآن أنا أردت أن أهديك إلى الحي العاشر. أردت أن أهديك إلى الحي العاشر، فماذا أفعل؟ أدلك، أقول لك اركب من هنا إلى رمسيس، ومن رمسيس تركب مع هذا مع قطب مع حافلات العاشر تصل إلى العاشر. أنا الآن دللتك ولا لم دللتك على طريق توصل للمقصود ولا لا؟ دللتك. بعد ذلك سواء أنت وصلت ولا لم توصل، خلاص هذه هي الدلالة. هذه هي الهداية. أدلك على الطريق سواء وصلت ولا لم تصل، المهم هذا كله يسمى هداية. أنا هديتك إلى الطريق. هذا معنى الهداية، هي هداية الخلق. فمن يا جماعة الخير هذه هي الهداية. أنا أهديك إلى الطريق الذي يوصل، سواء وصلت ولا لم توصل، وصلت ولا لم تصل، كلها تسمى ماذا؟ تسمى هداية، تسمى دلالة. نعم. هذا معنى الهداية في اللغة. الهداية في اللغة هي الدلالة على طريق توصل للمقصود، سواء حصل الوصول إليه أو لا. هذا تعريف الدلالة ماذا؟ لغة. نعم. زيد. من أي الذين شبهوا بأنجم جمع نجم، وهو الكوكب غير الشمس والقمر. نعم، غير الشمس والقمر يسمى النجم. كل ما كان غير الشمس والقمر يسمى النجم. مفهوم؟ من اسم موصول بمعنى الذين. من اسم موصول بمعنى الذين شبهوا. من المشبه لهم؟ إما الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ نعم. زين. في الاهتداء بهم، والمشبه لهم هو الله أولا والنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. هذا من شبهوا بأنجم في الاهتداء. الصحابة هذا شبهوا ماذا؟ شبههم الله بالاهتداء بهم كالنجوم. قلنا كلام. أنت الآن زمان ليس كاليوم. اليوم اختلف الأمر. اليوم راه GPS. اليوم تريد تذهب إلى أي مكان تستعمل GPS، صح؟ زمان كانت النجوم هي التي تهدي، كانت الناس تهتدي بالنجوم، كانت النجوم مثل GPS. فالصحابة كانوا مثل النجوم في الاهتداء كالنجوم. كل صحابي نجم يضيء لك الطريق وتصل. كل صحابي مثل النجم، أن النجم الفلاني هذا يضيء لك الطريق فتمشي في الطريق، وهو الذي يدلك. إذا وجدت النجم هنا معنى هذا النجم جهة الشام من جهة هذا النجم، أما النجم هذا جهة فلسطين، النجم هذا جهة المغرب العربي، وهكذا. فزمان كانت النجوم كانوا يهتدوا بها، وبالنجم هم يهتدون كما قال القرآن، وبالنجم هم يهتدون. لكن اليوم GPS كما قلنا لا النجم ولا هم يحزنون. نعم. كانوا يعرفون القبلة وكانوا كل شيء بهذا النجوم، وكانوا يسيرون على ضوء القمر وهكذا. ليس مثل اليوم تمشي بضوء الموبايل. زمان كان القمر هو الذي يضيء لهم الطريق. فإذا أظلم الظلام بمن
كانوا إذا أظلم الظلام كانوا يمشون بنور وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي ينير لهم الطريق، وجه النبي هو الذي ينير لهم الطريق صلى الله عليه وسلم. نعم. فقد جاء في بعض الأخبار القدسية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرب عما يختلف فيه أصحابه فقال: يا محمد، أصحابك عندي كالنجوم في السماء، بعضها أضواء من بعض. نعم، بطبيعة الحال. فمن أخذ بشيء مما اختلفوا فيه فهو على هدي مني. هذا هو. كل من قلد صحابيا لقي الله سالما، لأنهم كلهم نجوم توصل إلى المقصود. كل من قلد صحابي، واضح الكلام، ولو وقع الخلاف بينهم، كل من قلد صحابي يلقى الله على خير، يلقى الله سالم على خير. فهمنا يا جماعة؟ هذا معنى الحديث هنا. يا محمد، أصحابك عندي كالنجوم في السماء، بعضها أضوأ من بعض، بعضها ضوءها أكثر من ضوء الآخر. فمن أخذ بشيء مما اختلفوا فيه فهو على هدي مني، فهو على هدى. أنت تابعت ابن عباس، وهذا تابع ابن عمر، وهذا تابع معاذ بن جبل، وهذا تابع أبو عبيدة بن الجراح. كلنا على خير، كل واحد على خير. الصحابة كلهم نجوم يوصلونك إلى الله. واضح يا جماعة؟ بفتح الهاء وسكون الدال. وقال صلى الله عليه وسلم، يعني هدي بفتح الهاء وسكون الدال. هدي ليس هدى، هدي مني. نعم. شو انظر الإتقان تاع العلماء زمان، لأنه خاف عليك ممكن أنك تقرأها هدى. الشيخ خاف أن تقرأها هدى، فلذلك أراد أن يبينها لك، قال لك بفتح الهاء وسكون الدال لكي لا تقرأها على هدى مني. قال لك هدي رحمهم الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. نعم. وهذا التشبيه للتقريب على المعقول بما ألفوه وإلا فالاهتداء بالصحابي أشرف من الاهتداء بالنجوم، لأن الاهتداء بهم ينجي من الهلاك الأخروي والخلود في النار، بل ومن الدنيوي بخلاف النجوم. نعم، بطبيعة الحال. واضح؟ فهمنا يا جماعة الخير؟ هذا التشبيه للتقريب فقط، تشبيه الصحابة بالنجوم للتقريب على المعقول بما ألفوا. هذا فقط تشبيه تقريبي، وإلا هيهات بين النجوم وبين الصحابة. الصحابة نجوم ينجونك من العذاب الأخروي ومن الخلود في النار. أما النجوم فإنها تنجيك من ماذا؟ من الهلاك الدنيوي فقط، من الهلاك الدنيوي كخطأ في الطريق أو كذا أو كذا. الفرق شاسع بين الصحابة والنجوم، لكن الشيخ شبه للتقريب فقط، للتقريب بما ألفه الناس ألفوا هذا التشبيه، فالشيخ شبه لهم هكذا، قال الصحابة كالنجوم في الاهتداء، وإلا هيهات كما قلنا. مفهوم؟ لأن الاهتداء بالصحابة أشرف من الاهتداء بالنجوم، لأن الاهتداء بالصحابة ينجي من ماذا؟ من الهلاك الأخروي والخلود في النار. أما ماذا؟ النجوم فينجيك من ماذا؟ ينجيك من الهلاك الدنيوي فقط، كخطأ في الطريق، أنت أخطأت في الطريق، فبسبب هذا النجم رجعت إلى الطريق الصحيح.
مفهوم كلام؟ هذا معنى الكلام. واضح يا جماعة الخير؟ هذا هو. لذلك الشيخ قال هنا بخلاف النجوم فإن الاهتداء بها إنما ينجي من الهلاك الدنيوي فقط كهلاك النفس أو المال بسبب خطأ الطريق فقط. مفهوم؟ أما الصحابة ينجونك من الهلاك الأخروي والخلود في النار لأنهم الذين يدلونك على النجاة وهكذا. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. نعم. وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. هذا هو المعنى. الآن بعد قلنا إذا وجدتها هكذا مضمومة معربة ولا مبنية؟ مبنية. بعد وقبل وأخواتهما لها 4 حالات، تكون معربة في 3 حالات وتكون مبنية في حالة واحدة. هنا بعد مبني على الضم في محل نصب. لماذا؟ لأن هنا نوينا معنى المضاف إليه فقط. نوينا ماذا؟ معنى المضاف إليه. نوينا أن المعنى المضاف إليه موجود، المعنى فقط ليس اللفظ. أما إذا نوينا لفظ المضاف إليه فإنها تكون معربة. إذا قطعناها عن الإضافة تكون معربة. إذا ذكر المضاف إليه تكون معربة. 3 حالات تكون معربة. إذا ذكر المضاف إليه تكون معربة. تقول وبعد الصلاة على النبي والحمد وكذا، وبعد منصوب. واضح؟ كذلك لو نويت لفظ المضاف إليه تقول وبعد، كذلك نويت لفظ المضاف إليه موجود. كذلك لو قطعتها عن الإضافة تقول من بعدن، من قبلن، من بعدن، مجرور على جر الكسرة معرب. أما إذا نويت معنى المضاف إليه كما هنا فتبنى على الضم. هذه الحالة الوحيدة التي تبنى فيها على الضم. وبعد وقبل وأول. واضح كلام؟ هذا فمن جماعة خير. هذه بعد وقبل وأخواتهما 4 لها 4 حالات، 3 حالات معربة وحالة واحدة مبنية على الضم، وهي هذه الحالة. متى؟ إذا كان نوينا معنى المضاف إليه فقط، في هذه الحالة تكون مبنية على الضم. نعم. يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. لأن الشيخ ماذا؟ بعدما أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أراد ماذا؟ أن ينتقل إلى كلام آخر، وهو يبين لنا سبب تأليف هذا الكتاب. واضح؟ أراد أن يبين لنا سبب تأليف هذا الكتاب مثلا، فأتى بكلمة وبعد. فمن جماعة خير. فبعد هذه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. مفهوم؟ نعم. قال تحت هنا من أسلوب إلى آخر، من نوع من الكلام إلى نوع آخر. وقد أتى بها للانتقال من الثناء على الله ورسوله والصلاة عليه وعلى آله وصحبه إلى بيان سبب تأليف هذا الكتاب، وهو كون علم المنطق مهما. علم البولاقي. مفهوم؟ هذا هو الانتقال. بعدما أثنى على الله وصلى على النبي وآله وصحبه أراد أن ينتقل إلى سبب تأليف هذا الكتاب، وأن علم المنطق مهم، فقال وبعد فالمنطق للجنان نسبة إلى الإنسان. نعم. نعم. والتقدير مهما يكون من شيء فأقول بعد البسملة وما بعدها المنطق إلى آخره. هذه
وإنما وبعد هذا بعد أصلها ماذا؟ أصلها مهما يكن من شيء فأقول بعد البسملة. مهما يكن من شيء فأقول بعد البسملة. فتكون ماذا؟ جملة شرطية. تكون جملة شرط، جملة شرطية. فتبحث ماذا؟ تبحث عن فعل الشرط وعن جواب الشرط. يكن هو فعل الشرط. مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء فأقول بعد البسملة. هذه هي جواب الشرط. مفهوم؟ نعم. زيد. وإنما قدرنا ذلك لأن الظرف من متعلقات الجزاء على الصحيح. هذا هو. وإنما قدرنا ذلك. ما هو الذي قدره؟ فأقول بعد البسملة. فأقول بعد البسملة. لماذا قدر هذا الكلام؟ لأن الظرف من متعلقات الجزاء على الصحيح. الظرف من متعلقات الجزاء على الصحيح. مفهوم؟ لأن أنت الآن مهما يكن من شيء، مهما اسم ولا حرف اختلفوا فيه، لكن الصحيح ما هو؟ اسم. مهما اختلفوا فيها كثيرا، هل هي اسم شرط جازم ولا حرف شرط جازم؟ الصحيح أنها اسم شرط جازم. فمهما اسم شرط جازم يجزم فعلين. أين فعل الشرط؟ يكن. مفهوم؟ من شيء جار متعلق به. فأقول هذا مهما يكن من شيء فأقول بعد البسملة. بعد الظرف هذا متعلق بماذا؟ أقول فهو متعلق بالجزاء. هذا هو الجزاء. لأن فعل الجواب والجزاء أين هو؟ أقول. فأقول. فهم؟ الآن بعد متعلق بالجزاء اللي هو أقول. فأقول بعد البسملة. فمن هذا الكلام واضح؟ لأن الظرف متعلق بالجزاء، ليس متعلق بماذا؟ ليس متعلق بفعل الشرط، وإنما متعلق بجواب الشرط وجزائه. متعلق بجواب الشرط وجزائه. نعم. فالمنطق أي العلم المخصوص. نعم. وإن كان في الأصل اسما للإدراك الكلي. نعم. وبعد فالمنطق، مقصود بالمنطق هنا العلم المخصوص. العلم هذا علم المنطق. وإن كان في الأصل، وإن كان المنطق في الأصل يطلق على الإدراك الكلي. يطلق على الإدراك. المنطق معناه الإدراك. ويطلق على القوة التي يحصل بها الإدراك. ويطلق كذلك على النطق التلفظ كما مر علينا في الأول. كما قلنا في الأول المنطق قد يطلق على الإدراك وعلى القوة التي التي يصدر بها الإدراك، وقد يطلق على النطق اللي هو التلفظ كما مر في الأول. تتذكرون ولا لا؟ في أول الكتاب هذا. فالمنطق في الأصل إما يطلق على الإدراك، إدراك شيء، وصول النفس إلى المعنى بتمامه يسمى إدراك، أو القوة التي يقع بها الإدراك، القوة التي يحصل بها الإدراك، أو يطلق على النطق أو التلفظ. مفهوم؟ هذا هو. وإن كان في الأصل اسما للإدراك الكلي. نعم، يطلق على الإدراك، وصول النفس إلى المعنى بتمامه يسمى إدراك. تقول أدركت زيد. ما معنى أدركت زيد؟
وصلت إلى معنى زيد بتمامه. فالمنطق قد يطلق على الإدراك، على وصول النفس إلى المعنى بتمام يطلق عليه منطق. وللقوة التي هي محل صدور الإدراك. القوة اللي هي العقل، المقصود بالقوة هنا العقل، أو المنطق هو عبارة عن العقل الذي يحصل به الإدراك، لأن الإدراك يحصل بماذا؟ بالعقل، مفهوم؟ أو يطلق على العقل الذي هو محل صدور الإدراك. نعم. وللتلفظ الذي يبرز ذلك أو النطق الذي يبرز ذلك. يبرز ماذا؟ يبرز ذلك. فالآن المنطق في الأصل يطلق على 3 أشياء: على الإدراك، أو على العقل الذي يحصل به الإدراك، أو على النطق أو التلفظ. نعم. لكن المقصود به هنا العلم المخصوص، وبعد فالمنطق مقصوص به ماذا؟ العلم المخصوص. نعم. لأن بذلك العلم يصيب الإدراك بطبيعة الحال، وتتقوى القوة العاقلة، يتقوى عندك العقل بهذا العلم. بهذا العلم ماذا يحصل؟ يصيب الإدراك، تدرك الأشياء كلها بعلم المنطق، تصل للأشياء كلها بتمامها، تصل إلى الإنسان ما هو، الحيوان ما هو، تصل إلى الفرس ما هو، تصل إلى كذا ما هو، تصل إلى كل شيء، لأن بذلك العلم يصيب الإدراك. نعم. وتتقوى القوة العاقلة. وتتقوى القوة العاقلة، ويكبر عندك العقل، عقلك يصبح ماذا؟ يصبح واسع وقوي، يصبح عقلك واسع وقوي، يتقوى العقل. المنطق يقوي العقل لأنه عبارة عن أمور عقلية، مفهوم؟ لأن العقل يصبح يتحرك. المنطق هذا أمور عقلية، العقل يصبح يشتغل فيتقوى، يصبح قوي. نعم. وتكون القدرة على التلفظ المبرز لذلك الإدراك. نعم. وتكون بعد ذلك القدرة على التلفظ، على النطق المبرز لذلك الإدراك. نعم. فهو من تسمية الشيء باسم ما يتعلق به. نعم. ثم صار حقيقة عرفية في العلم المخصوص. أما الآن كلمة منطق المتعارف به ماذا؟ هو العلم المخصوص. واضح؟ المتعارف عليه ماذا؟ إذا أطلقت كلمة منطق، ما المتعارف عليه بيننا؟ العلم المخصوص، ليس إدراك وليس نطق وليس العقل، مفهوم؟ هذا هو. فهو من تسمية الشيء باسم ما يتعلق به. فهو تسمية الشيء باسم ما يتعلق به. نحن لما سمينا المنطق بالإدراك، أو سميناه بالقوة التي يحصل بها الإدراك، أو سميناه بالنطق، هذا من تسمية الشيء باسم ما يتعلق به. سمينا المنطق ونريد به الإدراك لأن الإدراك يتعلق به. أطلقنا المنطق ونريد القوة العاقلة لأنها تتعلق به. أطلقنا المنطق ونريد النطق لأنه هو الذي يبرز الإدراك متعلق. فهو من تسمية الشيء باسم ما يتعلق به. مفهوم كلام؟ ثم صار حقيقة عرفية في العلم المخصوص. فهمنا هذا الشيء؟ للجنان أي القلب بمعنى اللطيفة الربانية. نعم، الجنان بمعنى القلب. وبعد فالمنطق للجنان للقلب. واضح؟ للقلب. نعم. بمعنى اللطيفة الربانية المتعلقة. أما الجنان جمع جنة جمع جنة. واضح؟ أما الجنان جمع جنان. الجنان هو القلب. أما الجنان جمع جنة. مفهوم كلام؟ هذا بمعنى اللطيفة الربانية. اللطيفة الربانية. الربانية المتعلقة. ما معنى اللطيفة الربانية؟ لماذا نسبناها إلى الرب؟ ربانية نسبة إلى الرب،
لأن قالك لأنه لا يعلم حقيقتها إلا الله، إلا الرب، لذلك نسبت إلى الرب، لذلك نسبت إلى الرب. فهم؟ لأنه لا يعلمها إلا هو فسميت ربانية، لأنه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فنسبت إلى الرب. نعم. المتعلقة بالقلب اللحماني. يا جماعة انظر، هنا المقصود بالجنان ليس القلب المتكون من لحم ودم، لا، المقصود به اللطيفة الربانية. المقصود بالقلب هنا ماذا؟ المقصود به العقل. المقصود بالقلب هنا مقصود به مثلا اللطيفة الربانية المتعلقة بماذا؟ بالقلب المكون من اللحم. عندك قلب مكون من لحم ودم، هذا اسمه ماذا؟ اسمه القلب اللحماني، مكون من لحم. أما الذي نتكلم عليه حنايا الجنان اللي هو القلب هو اللطيفة الربانية، وسر، هو عبارة عن سر لا يعلمه إلا الله. فو الكلام هذا معنى الكلام. تعلق العرض بالجوهر. أيوة نعم، تعلق العرض بالجوهر. هذا اللطيفة الربانية متعلقة بهذا القلب اللحماني، تعلق العرض بالجوهر. الجوهر ما هو؟ القلب اللحماني، هذا جوهر. واللطيفة الربانية هذه عارضة على القلب اللحماني. فهمنا؟ فمتعلق به تعلق العرض بالجوهر. فهمنا هذا الكلام ولا؟ الآن عندنا قلب لحماني ومتركب من لحم ودم، هذا اسمه قلب لحماني. عندنا قلب اللي هو اللطيفة الربانية، هذا عبارة عن سر لا يعلمه إلا الله. فهذا القلب اللي هو الجنان هذا عارض على هذا القلب اللحماني، عروض العرض على الجوهر. فالقلب هذا اللطيفة الربانية عرض، والقلب اللحماني جوهر. وهذا اللطيفة الربانية عرضت على القلب اللحماني، عارضة عليه، ساكنة في وسطه. لكن أنت لو ذهبت وفتحت وأخرجت القلب ماذا تجد؟ القلب اللحماني، تجد القلب اللحماني، تجد الجوهر. أما اللطيفة الربانية أين هي؟ سر لا يعلمه إلا الله. هنا الكلام الآن هذا هو. قال تحت هنا للجنان أي بفتح الجيم، أما بكسرها فجمع جنة بالفتح وهي البستان العظيم. فهم؟ قال قوله الربانية نسبة للرب بزيادة الألف والنون على غير قياس للمبالغة، ونسبت إليه إلى الرب لأنه لا يعلمها إلا هو سبحانه، لذلك سميناها ربانية، نسبناها إلى الله. قال اللحماني نسبة للحمة بضم اللام بزيادة الألف والنون على غير قياس، ونسبة القلب للحمة من نسبة الجزء للكل، لأن القلب فرد من أفراد اللحمة، والقلب اللحماني المعلق بالجانب الأيسر من الحيوان كما قلنا هنا، الجانب الأيسر من الحيوان. قال تعلق العرض بالجوهر أي تعلقا كتعلق العرض بالجوهر، في أن كل منهما به صلاح الآخر. وإنما قلنا ذلك لما عرفت أن القلب الذي هو اللطيفة سر من أسرار الله، كما قلنا سر من أسرار الله، كما هو الأحسن والأسلم، فلا يحكم عليه بأنه عرض ولا جوهر على التعيين، وأن كل موجود لا يخرج عنه ما في الواقع. واعلم أن القلب بمعنى اللطيفة يسمى بالروح ويسمى بالنفس. هذا القلب اللي قلنا لطيفة يسمى بالسر ويسمى بالروح. يسمى بماذا؟ يسمى بالروح ويسمى بالنفس. فمن يا جماعة الخير هذا هو. زيد نسبته المنطق كنسبة النحو للسان.
فالمنطق نسبته للعقل كنسبة النحو للسان في أن كل منهما يعصم ما تعلق به. فالمنطق يعصم العقل عن الخطأ في فكره، والنحو يعصم اللسان عن الخطأ في قوله، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله. نعم، هذا هو. فالشيخ قال لك: وبعد فالمنطق للجنان، للقلب اللي هو الروح والنفس كما قلنا، نسبته كالنحو للسان. انت الآن علم النحو، إذا تعلمت علم النحو وعلمت قواعد النحو، ما الذي يحصل؟ يخطئ لسانك؟ لا يخطئ، يعصم اللسان من الوقوع في الخطأ. فإذا عرفت أن الفعل يحتاج إلى فاعل، أي فاعل تجده، أي كلمة تجدها بعد الفعل تعربها فاعل مرفوع، تعربها فاعل. إذا وجدت المفعول به لازم يكون منصوب، إذا وجدت الحال لازم يكون منصوب، إذا وجدت اسم لا لازم يكون منصوب أو مبني، إذا وجدت المنادى لازم يكون منصوب أو مبني في محل نصب، وهكذا. أنت إذا طبقت هذه القواعد النحوية، طبقتها وبدأت تمشي بها في الكلام العربي، هل لسانك يخطئ؟ لا يخطئ لسانك. كذلك المنطق عبارة كذلك عن قوانين وقضايا، لو طبقتها هل يخطئ فكرك؟ هل فكرك يخطئ في التفكير؟ لا يخطئ. إذا عرفت أن القياس مركب من قضيتين، الأولى تسمى صغرى لازم تكون في الأول، والثانية تسمى كبرى وهي التي تأتي ثانيا، ولازم يكون بين الكبرى والصغرى رابط اسمه ماذا؟ اسمه الحد الوسط. لو طبقت هذا الشيء يلزم النتيجة ولا لا يلزم؟ يلزم النتيجة. فإذا سلمت القضيتين يلزم عنهما نتيجة. أن فكرك يكون مستقيم، لن يخطئ. أتيت بالصغرى وأتيت بالكبرى وأتيت بالحد الوسط وأتيت بالقضية على الشكل المعروف عندهم وكذا وكذا بالشروط كلها، ففكرك لن يخطئ أبدا، سيكون تفكيرك سليم، كل شيء تفكر فيه سيكون سليم. فهذا هو المنطق بالنسبة للجنان، كالنحو بالنسبة للسان. فكما أن النحو يعصم اللسان من الوقوع في الخطأ، فكذلك المنطق وتطبيق قواعده يعصم القلب من الوقوع في خطأ في الفكر. فمن الكلام هذا معنى فالمنطق يعصم العقل عن الخطأ في فكره، والنحو يعصم اللسان عن الخطأ في قوله، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله. وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.